سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك معكم هاد التحليه البسيطه الراقيه كما راكم تشوفوا وبزاف بزاف بنينه، راح تناسب بزاف سهراتكم الرمضانيه. نتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. في طريقة التحضير راح نحتاجوا أول حاجة علبة تاع فلون بذوق الفاني، راح نحطه في الكسرونة. راح نزيد عليه مغرف كبيرة تاع سكر كريستاليزي، نزيد عليها 2 مغارف تاع المايزينا. راح نخلط كامل هاد المكونات الجافة مع بعضهم البعض، ومن بعد راح نزيد عليهم نص ريتلة تاع حليب. شوفوا لهنا اذا حبيتوا تضاعفوا المقادير، اذا كانوا افراد العائله تاعكم شويه بزاف تقدروا تضاعفوا كامل المقادير اللي قلت لكم عليها. جبت لهنا قلت لكم نص ريتله تاع حليب، راح نضيف كميه ونخلط مليح هذاك الفلون مع المايزينا وكامل. ومن بعد راح نكمل بقيه الحليب اللي عندي، راح نحط الخليط ديالي هذا فوق النار ونقعد نخلط فيه حتى يتقاد. جبت لهنا لي فيغين اللي راح نحط فيهم التحليه ديالي، راح نعمرهم. يعني شوفوا ما تعمروش الكؤوس ديالكم كامل حتى الفوق، يعني النص تاع الكأس فقط نعمرهم. فوالا لهنا هذه الكميه خدمت لي 5 كؤوس. قلت لكم انتوما اذا حبيتوا ديروا كميه اكبر ضعفوا فقط المقادير. بعد ما نكمل كامل الكؤوس اللي عندي راح نحطها في الثلاجه ونخليها حتى تبرد وتشد روحها. في هذا الوقت جبت لي فخاز ديالي، قطعتهم كامل بهذا الشكل، يعني شكل عشوائي ما يهمش الشكل ديالهم. قطعوهم كامل هكذا، وراح نحط عليهم مغرف تاع السكر ونغطيهم بابي فيلم ونخلي هذوك لي فخاز حتى يتلقوا لي هذاك جو ديالهم. تاني كنت جبت لهنا تفاح. شوفوا التفاح ما تنحولوش هذيك القشره الصفراء ديالو، خلوها باش يجيكم الشكل تاع الفاكهه ديالكم شباب في الديساغ. تاني عصرت عليه عصره تاع القارص باش ما يكحليش، وراح نحطه بجهه، والبنان راح نخليه حتى الدقيقه الاخرى باش نديرو. لهنا ماشي لازم تتقيدوا واش درت انا، تقدروا تستعملوا الفاكهه اللي حبيتوا. للطبقه الثالثه واش راح نديرو، درت لهنا 2 كيسان تاع الماء، زدت عليهم علبه تاع فلون بذوق الفاني، وزدت عليهم مغرف تاع السكر. راح نحط الخليط هذا فوق النار ونخليه حتى يغلي. لهنا جبت الفاكهه ديالي بعد ما كنت كامل قطعتها خلطتهم، قلت لكم زدت لهنا انا البنان، وراح نحط الفاكهه ديالي كطبقه ثانيه فوق هذاك الفلون اللي درناه كطبقه اولى. فوالا نعمرهم كامل بيان هكا. ومن بعد راح نجيب هاد السيرو اللي كنت خدمته بالفلون تاني وراح نحطوه من فوق. لهنا شوفوا كي تحطوا هاد الطبقه الثالثه لازم تغطوا كامل الفاكهه ديالكم. وبعد ما نكملهم كامل راح نحطهم في الثلاجة ونخليهم حتى يبرد هذا الديساغ ويشد روحهم مليح، ونشوفوه في صحن التقديم. اي فوالا هاوليك الديساغ ديالنا لنهار اليوم. شوفوا الشكل ديالو شحال جا شباب راقي. يعني قلت لكم يناسب بزاف سهرات الرمضانيه ديالكم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. ما تنساوش تخلوا لي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. كانت معاكم كوينز كيتشن، صحة فطوركم.